أهلاً بيكم في قناة هيرسكوب، بيت التوقعات الفلكية والتحليلات الكونية اللي بنقدمها لكم بشكل مستمر. الفترة اللي جاية من 6 سبتمبر لحد 15 سبتمبر مليانة أحداث كوكبية مؤثرة على كل الأبراج. لو أنت من مواليد برج الثور، الفيديو ده ليك مخصوص. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل التوقعات الجديدة. توقعات العامة لبرج الثور. يا برج الثور، انت من الأبراج الترابية اللي بتحب الاستقرار والهدوء، لكن الفترة دي فيها شوية تقلبات بسبب وجود أورانوس في برجك من فترة طويلة، ومع تحركات عطارد والقمر هتحس أوقات أن في تغييرات بتحصل غصب عنك. أورانوس دايماً بيغير قواعد اللعبة، يخليك تبص على حياتك من زاوية مختلفة ويمكن يجبرك تخرج من كومفورت زون بتاعتك. لكن الحلو إن الكواكب التانية بتديك طاقة تخلي التغيير ده مفيد على المدى البعيد. الحب والعاطفة. الثور بطبعه برج رومانسي وحسي جداً، بيحب الحب العميق اللي فيه أمان واستقرار. الفترة دي وجود الزهرة كوكبك الحاكم في موقع داعم بيخلي عندك فرصة تقوي العلاقة العاطفية سواء كنت مرتبط أو عازب. العزاب، عندك فرصة تتعرف على حد جديد، وممكن يكون التعارف ده عن طريق الشغل أو عن طريق صديق مشترك. هتحسوا بانجذاب من أول لقاء وكأن في طاقة كونية بتجمعكم. المرتبطين، العلاقة ممكن يكون فيها بعض الخلافات الصغيرة، خصوصاً بسبب تأثير المريخ اللي ممكن يعمل توتر، لكن الحلو إنك عندك قدرة تحول الخلاف ده لطاقة إيجابية لو استخدمت أسلوبك العملي والهادئ. خلي بالك يا ثور، الفترة دي ممكن تخليك تعيد تقييم علاقتك. هل الشخص اللي معاك فعلاً بيديك الأمان اللي محتاجه؟ لو لأ، يمكن تحس إنك عايز تعيد حساباتك. العمل والمهام. في الشغل برج الثور بيبان جداً الفترة دي. وجود عطارد في وضع إيجابي من يوم 7 سبتمبر بيديك قدرة كبيرة على التواصل والتخطيط. ممكن يكون عندك عروض شغل جديدة أو فكرة مشروع مختلفة. الثور بيحب يمشي ستيدي ستيب، خطوة ورا خطوة، وده اللي هيميزك الفترة دي. الكواكب بتدفعك إنك تركز على التفاصيل وتعمل إنجازات صغيرة لكن ثابتة. كمان زحل بيأثر عليك بطريقة يخليك تبني قواعد متينة لمستقبلك، يعني حتى